ده حلو بقى ولا حادق؟ الكبده اسكندراني. طبعا ساندوتش الكبده اللي هو من على العربيه ده احنا عايزين نعمله هو تاني بس مش هو. ففكرنا الحاجات اللي بتميز ساندوتش الكبده الاسكندراني هي ايه. طبعا في العيش بيبقى فلافي كده وطري شويه، الكبده نفسها طريه، وطعم الثوم والخل والكمون والشطه واضح جدا فيها. وبعدين الطحينه بتيجي في النص تزود الكريمينس وتهدي شويه من العنف بتاع طعم الكبده الجامد ده. فاحنا جبنا العيش، بعد ما نعمل عيش فينو عملنا لقمه اكلير صغنونه مزودين لها بقى الزبده كده وفيري ريتش. الكبده بقى نفسها عملناها بالظبط زي ما بتتعمل الكبده في الشارع، دقينا لها توم وفلفل حامي وعملنا لها طشه على النار، وبعد ما عملنا كده ضربناها خالص عشان تبقى ناعمه جدا جدا جدا. ولكن المشكله ان هي بتبقى ايه لما تتضرب بتقفش او بتلكم كده، كنا عايزين نخففها شويه. فاستغلينا الطحينه نسبه الدسم فيها عاليه، فعملناها معامله الكريمه اللباني، ضربناها اكنها كريم شانتيه وخدنا شويه منها وبقينا نخفف القوام بتاع الكبده، وبعدين حشيناها جواها. ولقينا بس ان كده في مشكله، الحاجات كلها تكستشرز القوامات كلها كريمي قوي ناعمه زياده عن اللزوم، كنا عايزين نخليها شويه فن اكتر. فجبنا فستق وجرشناه وحطيناه كده في فوق عشان يدي شويه كرانش. بس طعمها بجد طعمها كبده من العربيه يعني لو غمضت عينك كده وكلتها كبده اسكندراني. ده حلو بقى ولا حادق؟ هو حادق بس شكله حلو.